السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زوزو ودي قناتي. اللي مش مشترك في القناة يضغط على كلمة الاشتراك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل إشعار بكل فيديو جديد أنزله على قناتي. يلا بينا الأول كده نصلي على الرسول ونشوف هنعمل إيه مع بعض النهاردة أنا هعمل معاكم الحمام، بس هنعمل مع بعض الحمام الكذاب بأوراق الفراخ المخلية. ومعايا هنا دول كده أوراق فراخ أنا غسلتهم كويس جدا ونقعتهم في محلول الخل والملح والليمون. وده معايا نص كيلو من كبد الفراخ برضو غسلتهم كويس جدا وصفيت الأوراق وصفيت الكبد بتاعة الفراخ. يلا بينا كده بقى نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف مع بعض الطريقة. انا جبت الكبه كده زي ما انتوا شايفين ونزلت فيها بثلاث بصلات يكون حجمهم كبير، فرمتهم في الكبه كده زي ما انتوا شايفين فرم ناعم جدا. هنجيب بقى ايه، هنجيب بوله وهننزل كده بالبصل بتاعي. انا مش هاخد التفل بتاع البصل، انا هصفي البصل، هاخد الميه بس بتاعه البصل مش هاخد التفل. طب انت هترمي التفل ده يا زوزو؟ لا طبعا مش هرميه، انا هوريكم برضو انا هحتاجه في ايه. طبعا انا جبت كمان المصفى واكدت خالص ان مفيش ميه، مفيش تفل في الميه بتاعه البصل. ادي كده بصوا شايفين الميه نازله نظيفه ازاي ما فيهاش اي تفل. يلا بينا بقى كده ننزل بالتوابل بتاعتنا. معايا هنا معلقه من الملح، طبعا الملح ده على حسب الاحتياج، ومعايا فلفل اسود، ومعايا معلقه صغيره من البابريكا، ومعايا معلقه من البهارات بتاعه الفراخ، ومعايا معلقه من الكركم. قلبت كده بقى التوابل بتاعتي كويس جدا جدا مع الميه بتاعه البصل. وهننزل كمان بمعلقه كبيره من الصويا صوص على التوابل بتاعتي وميه البصل. ما عندكيش صويا صوص ممكن تستبدليها بمعلقه عسل اسود. ادي كده معلقه الصويا صوص اهي. وهننزل كمان بمعلقة كبيرة من صوص الباربيكيو. ما عندكيش صوص باربيكيو ممكن تستغني عنه، لكن معلقة الصويا صوص أو العسل الأسود البديل دي مهمة جدا في الخلطة بتاعتنا. هنقلب بقى كل التوابل مع الصويا صوص مع صوص الباربيكيو مع مية البصل، وهنبدأ بقى كده ننزل بالأوراق بتاعة الفراخ. طيب أنا هتبل أوراق الفراخ بتاعتي دي إمتى؟ أنا هتبلها من قبلها بيوم. ممكن لو أنت مستعجلة أو عندك ضيوف وعايزة تعملي الأكلة دي، أقل حاجة تحطوها في التتبيلة يعني من ساعتين لثلاث ساعات علشان الأوراق تشرب من التتبيلة كويس جدا. غطيتها كده زي ما انتوا شايفين وحطيتها في التلاجة. يلا بينا بقى كده نعمل الخلطة بتاعة الحشو بتاعة أوراق الفراخ. أنا قلت لكم إن البصل أنا هحتاجه مش هرميه. أنا جبت بقى معلقة كبيرة كده سمنة بلدي وحطيت عليها البصل اللي أنا كنت مصفياه، وقلبت كده البصل مع معلقة السمنة البلدي لحد كده ما البصل ياخد تتبيلة، يعني يبقى لونه كده متغير ودبل. طبعًا أنا كنت غسلت الكبد بتاعة الفراخ، عايزين تحطوا قوانص حطوا، لكن أنا حطيت كبد فراخ بس. طبعًا أنا غسلتها كويس وقطعتها قطع صغيرة، ونزلت كده على البصل بتاعي بكبد الفراخ، وهابدأ كده أقلب الكبد مع البصل يمين في شمال وشمال في يمين لحد كده ما لون الكبدة يتغير. وفي المرحلة دي اوعوا تهدوا النار، أنا عايزة النار تكون عالية علشان مش عايزة أي سوايل تنزل من الكبدة، علشان التتبيلة أو الخلطة يكون طعمها كويس. ونزلت بمعلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود، وأهم حاجة بقى النهاردة في التتبيلة بتاعتنا معلقة صغيرة من القرفة البودر. عايزة نقول لكم معلقة القرفة البودر دي هتخلي الخلطة بتاعت الرز في منتهى الجمال. ونزلت عليها بقى كده عايزين شوية ألوان كده وطعم كمان مع الرز بتاعنا. نزلت كده بقى بالفلفل الألوان الأحمر والأخضر والأصفر. عايزة نقول لكم شكله كمان هيفرق قوي قوي في الآخر وفي الطعم كمان، وهتشوفوا بقى كده الألوان لما أجي أحط الرز. ممكن تحطوا رز بسمتي، لكن أنا استخدمت رز مصري بلدي عادي، مفيش أي مشكلة. طيب الرز أنا أخدت دلوقتي دول كده معايا كوباية ونص من الرز. بصوا شايفين اللون عامل ازاي بقى كده وكله دخل مع بعضه. بصوا شايفين الفلفل الالوان. طيب كوبايه الكوبايه ونص رز اخدوا معاكي قد ايه ميه يا زوزو؟ اخدوا معايا كوبايه الا ربع ميه، لان انا مش هسوي الرز بتاعي تسويه كامله، انا هديله نص تسويه لان الرز هيكمل باقي التسويه بتاعته لما اجي اسوي الحمام الكداب بتاعنا.
ونزلت كده زي ما انتم شايفين بمعلقة كمان من الكركم ونص معلقة من الكاري. عايزة نقول لكم معلقة الكركم هتدينا بقى اللون اللي هو اللون الذهبي المصفر بتاع الرز البسمتي، وهتشوفوا الشكل في الآخر هيكون عامل ازاي. بصوا شايفين الجمال. انا كده يعني الرز بتاعي زي ما قلت لكم اخد كده نص تسوية. بصوا شايفين اللون عامل ازاي. ده كده بقى تاني يوم انا خرجت بقى الاوراق بتاعه الفراخ وشربت من التتبيله كويس جدا جدا. انا يستحسن دايما بحب اتبل الفراخ بتاعتي قبلها بيوم. جبت بقى كده مصفى، وحطيت طبعا كده تحت المصفى صينيه، لان انا عايزه الاوراق تنزل كل السوائل الزياده اللي فيها. ادي كده هسيبها بقى كده شويه زي حوالي ربع ساعه او نص ساعه لحد ما الاقيها نزلت كل السوائل اللي فيها. ادي كده بقى الفراخ بتاعتي اهي. عايزه نقول لكم والله ريحتها في منتهى الجمال. وادي الرز بتاعي اهو كمان اخد نص تسويه. وبصوا شايفين لون الرز عامل ازاي. وبصوا بقى كده الالوان كلها داخله مع بعضها، الفلفل الالوان مع الرز، وشوفوا معلقه الكركم والكاري خلت الرز بشكله عامل ازاي. يلا بينا كده بقى نبتدي نحشي الحمام بتاعنا. انا جبت كده بقى القطاعه وفردت عليها كده ورك الفرخه المخلي، وزي ما انتم شايفين كده بدات اخد الدبوس كده واحط فيه الحشو. طبعا ما تحشوش الرز كميه كتير علشان لما يجي يتسوى ما يفرقعش مننا. وبنبدأ بقى نلف كده. في ناس أنا بعمله بخلة الأسنان، في ناس بتعمله بالاسترتش، وفي ناس بتخيطه، لكن أنا بعمله بالخلة بتاعة الأسنان. ببدأ كده أقفل على الرز بتاعي كده زي ما انتوا شايفين أهو. هنعمل مع بعض كام واحدة علشان يعني تجربوها إن شاء الله. جربوا وتعلموا. كلنا بنتعلم من بعضنا، مش عيب إن الواحد يتعلم. وما تخافوش، جربوا والحاجة هتطلع معاكم مظبوطة وزي الفل. ادي كده فردت الورك كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت شوية رز دخلتهم في الدبوسة نفسها. والبوزة بتاعة الورك بتاع الفراخ دي بتكون شبه الراس بتاعة الحمامة، اللي بنقول عليه بقى كده الحمام الكذاب. طبعا احنا بنروح للفرارجي، بس يكون فرارجي يكون فاهم علشان ما يقطع لناش الجلد، لان الجلد ده هو اللي بنلفه. اهم حاجة الجلد ما يتقطعش ولا يتهري، ويكون سليم علشان نعرف نقفل على الورك بتاعنا. بصوا جبت الخلة بقى كده وبدأت كده أقفل الورك بتاعي أهو. بصوا شايفين الشكل عامل إزاي. حمام ده بقى ولا مش حمام؟ والله حمام، وهيبقى طعمه في منتهى الجمال، وهتشوفوه في الآخر هيكون عامل إزاي. يلا بينا نعمل واحدة كمان. ادي كده اهو بحشي الدبوسة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الورك مخلي ما فيهوش اي عظم ولا اي حاجة. وببدأ كده برضو في نص الورك المخلي بحط كده كمية الرز اللي أنا محتاجاها، وما تحطوش برضو رز كتير. ونبتدي بقى كده نقفل الجلد كله على بعضه، وبخلة السنان كده بنقفل الورك بتاعنا. بصوا شايفين مفيش والله يا جماعة أسهل من كده. جربوا وما تخافوش. الأكلة دي بتبقى مميزة جدا كمان في العزومات، وبيبقى طبق كده تلاقوا كل اللي قاعدين بيقولوا لكم انتوا عاملينه ازاي. ادي كده بصوا خلصت بقى الكمية كلها. جبت القارب وحطيت فيه ورق فويل، وحطيت ورقة زبدة علشان تكون عازل. وادي كده رصيت الاوراق المخلية كلها. وجبت بقى التتبيلة الباقية من الاوراق، نزلت على الحمام الكداب بتاعي او الاوراق المخلية بباقي التتبيلة. ونزلت بقى بورق لورا، ونزلت بحبهان وفصين كمان كده من المستكة. وهننزل بكوباية مية تكون مغلية. احنا مش هنحط مية كتير علشان الحمام الكداب ما يفرقعش مننا. يلا بينا كده بقى نحطه كده على البوتاجاز الاول ياخد له كده غلوتين. وانا كمان حطيت عود قرفة. عايزة نقول لكم قلبت الريحة وخلت طعم الحمام في منتهى الجمال. ادي كده اخد الغلوتين اهو على البوتاجاز. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، مفيش حاجة اي حاجة فرقعت مني ولا اي حاجة. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوها. بعد بقى كده ما اخد غلوتين معايا كده على البوتاجاز، كنت دخلته الفرن شوية. وده كده شكله بعد ما خد السوى المظبوط. بصوا شايفين الشكل والجمال. ادي كده اهو استوى معايا، ومفيش اي حاجة طالعة معايا، مفيش حاجة مفرقعة مني ولا اي حاجة، لان انا ما كنتش حاشية الورك كمية رز كتير. بصوا شايفين الشكل بقى كمان بعد ما شلت الخلة كمان بتاعة الشيش طاووق. انا بقى اللي شوفوا خلوا بالكم بقى من التركاية دي. انا حمرته زي الحمام بالظبط. حمرته ازاي؟ انا جبت لبن كده زي ما انتوا شايفين، وغطست فيه الورك وحطيته في الزيت.
هتحطي لبن على الأوراق. أيوه، بصوا شايفين اللون عامل إزاي؟ يعني كأنه يعني شفتوا الوش كده بتاع برامة الرز اللي هو اللون الأحمر ده، بيكون الورك بيكون بنفس الشكل بالظبط. ادي كده بقى باقي الرز اللي كانت بقى مني، كنت كملت التسوية بتاعته. عايزة نقول لكم الريحة في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. يبقى أنا كده قليت الحمام الكداب بتاعي في شوية كده من اللبن، وغطست الحمام في اللبن وحطيته في الزيت، وانتوا كمان شفتوا اللون عامل ازاي. ادي كده الرز بتاعي اهو، حاجة كده روعة روعة روعة. وبتاكلوا بقى كده الورك يعني بيكون بقى ما فيهوش عظم ومخلي، بيكون طعمه في منتهى الجمال. اكدبوا بقى عليهم زي انا كده ما كدبت وقلت لهم انا عامله لكم حمام النهارده، وهم بياكلوا اكتشفوا ان دي اوراق مش حمام. ادي الشكل بتاعي اهو النهائي. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفه بتاعتي وتطلع كمان احسن مما انا قلت لكم عليها. ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي، مع السلامه.